حاجة معينة لو عملتها غلط في الفوكلز هطلعك الدغ. النهارده اليوم ال37 من ذات تبقى بروديوسر في 90 يوم. الحاجة دي هي التحكم في السيبلنس في التراك بتاعك، والسيبلنس هي الأصوات اللي فيها هاي فريكوينسيز وباورز زي الاس والسي والتي وهكذا، والإفكت اللي بتحكم فيهم اسمه دي اسر. أنا عن نفسي بستخدم فيها فلتر بروديوس. أول حاجة عندك هي ثريشولد، وده معناها لو السيبلنس عدى الصوت ده هو بيقلله، وغالبا بخلي الثريشولد من -6 ل-30 على حسب الفوكل بتاعي. تاني حاجة هي الفريكوانسي، وأنا عن نفسي بستعمل ما بين ال7 وال14. تالت حاجة هي الرينج، ودي معناها أنت هتخفف قد إيه من الصوت، وده الصوت من غير دي اسر. Yeah. We go up in the valley where they spend meals. ده الصوت بالدي اسر. Yeah. We go up in the valley where they spend meals on them nannies. وده الصوت بالفوكل تشين كلها بعد ما حطينا عليها دي اسر. Yeah. We go up in the valley where they spend meals on them nannies. Hurry up with my valet. طب امتى تستخدم الدي اسر وامتى تستخدموش؟ استخدمه لو الفوكل اللي عندك فيه اس وتي وسي تقال شويه، واستخدمه لو انت مسجل دبلز مثلا وعايزها ما تبقاش ظاهره قدام الليد فوكل. ما تستخدموش على الليد فوكل لو الليد فوكل بسيط مفيش فيه اس او سي، او حتى لو موجودين هم مش عاليين قوي. وما تزودوش قوي عشان ما يخليش الصوت ألدغ حرفيا في السين وتحسها اللي هي ثه شويه، وهتحس ان الصوت بقى روبوتك قوي. وبس دي كل حاجه عن الدي اسر. لو عندك اي سؤال اكتبولي في الكومنتس، ما تنساش الشير واللايك والفولو. في النهايه قسم وسمعني.